جودا في بابا. قال الله تعالى قلتها نجي ولا يغتب بعضكم بعدا ولا يغتب بعضكم بعضا قرين كيسن قرين همتين أيحب أحدكم تقون كيسن بوني فداني جالتا أن يأكل لحم أخيه ميتا فون بليسان يأتشودا فدا إسادوا فكرهتموه لكين جبتنيه نما يسبيل انجر خيسلاما همتون همتوران دبتون أكما دعا صافو مرتني نياچوت فم مرتني نياچوني جبتني دوبا كمي همتن همتني فون نياچوجا. واتقوا الله رب صدارنا بو حمديسا إن الله تواب رحيم رب توباني كبلانا ما افطلا. وقال تعالى أما سنجا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف دميانا من تكايا محمد وان بكم سنقم نقلن دميا المنما. إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع وان دقين دقيا جاتشون وان نركنين أركجاتشون وان يادني ياد جاتشون كل أولئك كان عنه مسؤولا خنهنده أبان الرقافة. وقال تعالى ما يلفظ من قول ما يلفظ أحد نم تقول هندبة من قول جاتشا يترتب عليه عقاب أو ثواب كالرده إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه نيلة القول أو لدى الأحد تقو سنبرت تقاه جتش سنبرت رقيب عتيد تيسان رفات جرات ملي نبر ريسن اعلم بخيان موابه خجا أنه ينبغي لكل مكلف جيبو كل عقل بالغ فون برباچسا أن يحفظ لسانه الربصا يقتون تيفتون عن جميع الكلام دبي هندر يقتون إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة أمو كلام دبي سخيسته دنتان تكاهم مصلحة ملة مليجا. ومتى استوى الكلام وتركه جزينا مو دبته في ديسو والكتاته في المصلحة دنتا خيست فسنة موخر النبي الامساك عنه الرائف قبونا لأنه قد ينجر الكلام المباح تكيمو دبي حلال كنان نمهركسا إلى الحرام حرام نمهركسا أو مكروه تكاهو جبا دبي نمهركسا وذلك كثير غرا حرامي جبانا ميركزون كن هدونا في العادة أكما عادابيات توجا والسلامة نغيبه لا يعدلها شيء واتكوان تقطع تنجروا بر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمن ربي آخرت عمل بو فليقل خيرا قاري هاجو يوخانا في الراء سوجا متفق عليه متفق دبين وهذا الحديث صريح أدينه الديسانا في أنه دبي ينبغي نبرباچسا ألا يتكلم دبتو نبون إلا إذا كان الكلام خيرا يوني دبتو غاري تهملي وهو الذي ظهرت مصلحته غاري تهون قدن تنسى قامران نسا ملتاته ومتى شك في ظهور المصلحة دنتم ملتو غيثت يوغو شكمو فلا يتكلم إن دبتين جا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال جابر قلت يا رسول الله نينجا يا إرقا ربي أي المسلمين أفضل إسلام الرحم تجعل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده إنما إسلامني أركامي معربامي أركسان رانا قيبه جعل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي من يضمن لي نمنا بفقبه ما بين لحييه واندي لمان الدو ناجة جوان ريد لمان الدو نمنا بفقبه وما بين رجليه وامل لمان الدو فقار ساجا أضمن له الجنة جنتان بقبافه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مالجا أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول كلام رسول الله جودك إن العبد لا يتكلم بكلمة قبر جن دبتا تكي دبيرا دبتا ما يتبين فيها خيس قلب كون حقت اللال يزل بها خيس دام مججات سينو إلى النار قريب الداجا أبعد مما بين المشرق والمغرب إبدسون قرقر فقو خنته بها سين الرجا ومعنى يتبين معنى يتبين يتفكر حقت اللال لك نمجا أنها خير النملة خير مو خيري متي حقت اللال لجا كقوله للسلطان لا دانيو تفادان جابر خفر حقت اللال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مالي قال إن العبد لا يتكلم بكلمة قبرتين دبتا تكي دبي قرين دبتا من رضوان الله تعالى والرب جالتشي سيزمتشي سرّا ما يلقي لها بالا قلبين قوني هي دنخان قاقت اللال يرفعه الله بها درجات خمر تباه الدو الفودون كدبي حقات سلطان أنجو وإن العبد لا يتكلم بكلمة قابي ذمو دبينا دبتا من سخط الله تعالى والرب أرسل راموتي فانا فارسا لا يلقي لها بالا قلبين قوني فارسا يهوي بها في جهنم التينكارا رواه البخاري بخاريون. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن حارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول النجي إن الرجل لا يتكلم بكلمة قربان دبتا دبيرا دبتا من رضوان الله تعالى والرب فدن راحنته ما كان يظن هياد هرقو أن تبلغ وهي قيسين هرقو ما بلغت وهي قيسي هون هرقو سوابا قطعت الراجع يكتب الله له قدو بيسا خطبو بها رضوانه سوابا سيتين قمتشو جالل ربي جا إلى يوم يلقاه محمد ايقو يا ربي كنا متجا. وإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يتكلم قافين دبتا دبيرا دبتا من سخط الله والرب عرس ربي جبسيسو ما كان يظن إني عادين هرقمو أن يبلغ ما بلغت وهي قيسي سوابا قطعت قبدي هو يادو يكتب الله له خدوب ربي نساخته بها سوابا سيتين سخطه سخطه عارود اللنسوخة بابي إلى يوم يلقاه أما قيادو يا ربي قلنا موت. رواه المالك في موطأ الراقبة والترمذي كبا وقال حديث حسن صحيح. أكن جابر وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر قلت يا رسول الله ننجا يا إرقى ربي حدثني من أوديسي بأمر أعتصم به وانيني سقبتنا أوديسي قال قل ربي الله ربكو الله جي ثم استقم دريري بلزوم منهاج الشرع جا. قلت يا رسول الله ننجا يا إرقى ربي ما أخوف ما تخاف علي ما للرصدات جسو وان الرصدات تو فأخذ بلسان نفسه الرب لبوسان بالنكب ثم قال قدي سيتجي هذا الرب مغنى سر الرصدات. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أكنا جا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي لا تكثر الكلام أبو دبين الدميسنا بغير ذكر الله رب دبتشو ملت فإن كثرة الكلام دبي قدسون بغير ذكر الله تعالى رب ذكرهم قسوة للقلب قلبنا مغوغوي سانا وإن بعد الناس الرفقات النماتي من الله رحمة ربي راحة كان فقو القلب القاسي قلبنا مغوغواتي قلبي غوغوي تونا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول النجي من وقاه الله شر ما بين لحييه نمن رب العالمين أنتيسي
همتو وانا فال مهدي لمان الدو تكاريد لمان الدو وشر ما بين رجليه همتو وامل لمان الدو فقارر دخل الجنة درجة جنة سينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكسجا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال جبر قلت يا رسول الله نينجا يا رقانب من نجاة من نجات مالي والتين ليس والتين مالي. قال أمسك عليك الرب مخيج بيفن أمسك عليك لسانك الرب مخيج بيس وليسعك بيتك من نخيس يا بلتون من سبران دوفين وابكي على خطيئتك بدي بل ليس خيادة الربوي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. خنا والتين جتشك ربرات ديمو ديم. سبحان الله. آية